ايه رايك يا حبايب قلبي؟ اغنيه جميله. الجزء التاني معاكم من الفيديو لاني ما كان طول معايا امبارح، فمعلش. انا هعمل معاكم النهارده الجزء التاني. انا كده على باب المطبخ يا حبايبي. بصوا، بصوا بقى كده. هنخش معاكم كده ونسمي الله. بصوا كده، ايه رايكم؟ ده كده المطبخ، من بدايه المطبخ كده من اوله اهي يا حبايبي. دي غسلت البقى، غسلتها، حطيت عليها الخشبه ديت كده عشان تحميها من الميه. وادي فرشنا الستاره، ركبت ستاره هنا. بصوا من هنا كده، دي الكنبه. انا حاطه عليه هنا ده الستاند، حاطه عليه الفوط اللي انا بستخدمها وايدي فيها على طول في المطبخ، غير الجديده اللي انا شايلاها. فانا بغسلهم وينشفوا واحطهم تاني واستعملهم تاني يوم. ادي الرخامه نظيفه مغسوله زي القشطه. ايه رايكم؟ ودي اللي انا بغسل عليها، دي اللي انا بغسل فيها الكوبايات والحاجات الكبيره. بصوا يا حبايبي، تعالوا بقى نشوف في البلكونه انا عملت ايه وقلبت الدنيا عشان اقدر اركب احط الاجهزه. بصوا يا حبايبي، ده الدولاب اهو، بس انا عاملاه بجنبي كده بيفتح ويقفل معايا عادي كويس قوي. وهنا جنب اللي قصاده ده الرف عليه المخللات والحاجات كلها. هنا انا حطيت الستاند هنا ورفعته عشان اقدر استغل العلاقات بتاعته، حطيت فيها الاسباتولا والحاجه. ودي بتاع الخل والزيت، هي فيها بس قليل، فانا مستنيه تخلص عشان اغسلها واحط الجديد بتاعها يا حبايبي. بصوا ادي ستيربو 4 دور، القلايه الهوائيه اللي هي الاير فراير. هنا حاطه من وراها دول الاتنين ستاند، انا حطاهم بس مؤقتا. وراها حاطه القطاعات دي الاربعه مع بعض، والجداد دول جداد. اما يخش بقى رمضان انا هحط في الجزء ده مكنه الزبادي، واحط من هنا كده الناحيه التانية التوابل اللي هي دواره. بصوا بقى كده، نبدأ من الجنب ده كده. تحت هنا انا حاطه الاطباق الصغيره كلها، الستانلس والازاز والستاند. وتحت هنا خالص انا حاطه الحلل والحاجات الكبيره اللي انا مش بستعملها. هنيجي بقى فوق هنا كده، بسم الله. بصوا فوق هنا مكنه الزبادي والطقم التوابل الدبار اللي قلت لكم عليها، هحطه لسه في رمضان. وفرشت الخيامي، ايه رايكم؟ هنا كده الاركوبال، وهنا الفوانيس الصغيره ديت يا حبايبي اهي. دي انا دول 12 ورا بعض، انا جايباهم عشان المهلبيه، مكسرات قمر الدين. بيتحط حلو قوي للاطفال، شكله شيك وحلو. بصوا دي المجات هنا اهي يا حبايبي. تعالوا بقى نشوف فوق هنا. برضو ركبت الخيامي ومسحته ورتبتها كلها اهي. مستنيه بس الحاجات دي تخلص عشان احط الجديد واطلع بقى حاجه رمضان. ايه رايكم يا حبايبي؟ مدي منظر جميل قوي. نيجي بقى هنا التالتة، ايه رأيكم؟ بصوا، إيه رأيكم في الجمال ده بقى؟ الأزايز بجو طمطم وفنانيس والشفشق، ودي الصواني عليها رمضان، هنا عليها رمضان كريم. وهنا ده طقم الكوبايات ديت بالصينية بتاعتهم اهيت من جوه. وديت دي الكوبايات البلاستيك ديت للأطفال أو للتلاجة الصغيرة يشربوا منها. ادي هنا حبايبي دي حاجة رمضان اهي، كوبايات برضو رمضان، طقم على بعضيه مع الازايز ومع الشفشق. انا مجمعه طقمين، الابيض دوت مع الشفشق الابيض، والالوان دوت مع الازايز، فانا عامله طقمين 6 و6، مديه منظر حلو قوي. ايه رايك يا حبايبي؟ هنيجي بقى هنا، استغليت الضلفه دي. ده السبب التاني اللي انا خلاني طلعت الترابيزه وطلعت المطبخ ده كان جوه، فانا ما كنتش بستغل الضلفتين دول، فانا قلبت الدنيا عشان عايزه استغله كله. ايه رايكم؟ هنا ده كان مقفول، الضلفه دي ما كنتش بستعملها، الدرج والضلفه. بصوا بقى كده، حطيت الخيامي من تحت المفرش وحطيت حاجات من تحت برضو. ودي الحاجات المعالق هنا برضو. بصوا تحت هنا انا حطيت الحلتين، الضغط الكبيره والصغيره. ودي الصواني كلها جمعتها وحطيتها. والبامبا ديت الشياله بتاعت الفواكه والبسكوت والكحك والحاجه. نيجي بقى للضلفه اللي جنبيها يا حبايبي. بصوا الستانلس، وهنا ديت تيفال، وديت جرانيت، واللي فوق دي سيراميك. وده الصاج دي وده برضو هو حبايبي ده الجرانيت برضو.
فعندي انا لسه بقيه الحاجات ديت في غسالة الاطباق لسه ما طلعتهاش، هتنشف بس واطلعها. الخيام يدي منظر تحفه يا جماعه. بصوا هنا برضو دي الصواني والبلاستيكات والحاجات اللي مش دايما بستخدمها، اللي تحت ديت واللي فوق اهوت. ايه رايكم؟ هنا بقى بصوا دي بقى الدرج بتاع الكركبه بقى، الحاجات اللي هي ايه بتاعت ال بتاع المضارب بتاعت الايس كريم، الحاجات دي الشاليموهات. فانا مخليها على ورا كده، وحطيت المعالق هناك جنبي عشان تبقى جنب ايدي قريبه حبايبي. هنا كده انا حاطه ديت صواني التقديم، البامبا والبيضه اهو يا حبايبي، ودي الكسترات بطلع عليها الحاجات السخنه والطواجن. بصوا ايه رايكم؟ هنا بقى الاستاذ ميكرويف انا نزلته عشان بس اعمله كتير في التسخين وفي التسويه. الكاتل هنا بتاع الشاي وبتاع القهوه، وجنب ورا الصواني. هنا يا حبايبي دي كانت سكريه على هيئه بقره، فانا حطيت فيها المعالق لقيتها اريح اكتر ليا. هنا العلب بقى الثلاث علب دول، دي حاطه فيها البسكوت، وهنا حاطه فيها كعب الغزال انا بعمله، واللي ورا ديت انا حاطه فيها باكت 55 كيس بتاع اليانسون، فانا كبير حطيته فيها كله. وده ده القرفه يا حبايبي. ويبصوا بقى بقيه المشروبات اهيت، الشاي والقهوه والسكر والحاجات دي كلها انا حطاها فوق اهي. ايه رايكم؟ بصوا منظرها بقى. ايه رايكم في المنظر ده يا جماعه؟ تحفه تحفه بالليل. بس لسه اللي فوق دوت انا مركبه فرع فوق، اللي هو فوق ده ده معلق، هيجي زوجي النهارده هيصلحه ان شاء الله وهينور، بيبقى جميل قوي مع بعضيه. ايه رايكم يا حبايبي؟ ادي المطبخ كده، بس لسه بقى تجهيزات تانية بتاعت الحاجات الخيامي والستاير والحاجات دي كلها والعلاقات والطابلوهات لسه هطلعها. ده مبدئي كده اني انا قدرت اظبط فيه المطبخ اللي انا عايزاه. ده وسع معايا جامد. بصوا، واستغليت المطبخ بعد ما كان ضلفه ودرج مش بستعملهم، انا استعملتهم واستغليت المطبخ كويس قوي. وسع قوي، ده وسع كبير. حبايب قلبي ايه رايكم في النظام ده؟ لو عجبكم قولوا لي ايه رايكم، اخليه كده ولا اغير فيه تاني ولا ايه النظام؟ قولوا لي كده وادوني رايكم يا حبايب قلبي. عامل ايه؟ حطيت هنا الكوفي كورنر كده وتحتيه، اداني بقى وسع هنا، وسع حلو قوي. هقدر استغل واعمل الحاجات اللي انا عايزاها في رمضان. هنا المجات انا علقتها وحطاها كده مديها منظر حلو قوي. هشيل بقى الطابلوهات ديت وهركب طابلوهات رمضان لما يقرب كده شويه. هاي يا حبايبي ايه رايكم في النظام؟ كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي. ما تنسوش لايك والشير والاشتراك في القناه، وقولوا لي بتتابعوني منين في تعليقاتكم الجميله اللي انا بحبها. ايه رايكم؟ كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. ايه رايكم بقى كده النظام؟ قولوا لي رايكم، احط ايه او ايه، ولا النظام كده كويس؟ كل سنه وانتم طيبين. يلا رمضان قرب، قومي واستعدي واعملي. يلا السلام عليكم حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين. ايه يا بابلو؟ ايه يا بابلو؟ ايه معلش يا جماعه عايز يطلع معايا. بس بابلو ايه؟ عايز يطلع؟ تعال تعال شقي جدا، عايز يطلع في كل فيديوهات يا حبايب قلبي. بصوا يلا قول لهم باي يا بابلو، قول لهم باي، كل سنه وانتم طيبين. شفتوا بيسقف لكم ازاي؟ بصوا بيسقف لكم ازاي.